السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ لو لسه بتجيب الرقاق من بره بالسعر ده، تعالي وانا اقول لك بكيلو دقيق هتعملي 30 وحده رقاق. يعني مش هيكلفك 20 جنيه فقط. اول حاجه هنا اهوت، جبت كوبايتين ميه، ضفت عليهم 4 كوبايات من الدقيق، يعني متعادل كيلو كده من الدقيق. نخلته طبعا، اهم حاجه تنخليه. بعد كده ضفت عليهم ربع معلقه من الملح ومعلقه ونص من السكر. طبعا السكر ده اختياري، حابه ان انت تضيفيه او مش حابه تضيفيه براحتك، بس انا بصراحه بحب اضيفها، بتبقى حلوه. بعد كده هوت عجنتها حلو جدا، وبعد كده هوت سبتها كده، كورتها وسبتها ارتاحت، يعني من نص ساعه لساعه الا ربع. كل ما بتريح العجينه بتديكي نتيجه حلوه في الفرد. بعد كده هبدأ ان انا كده افردها. طبعا عجينة الرقاق ما بتبقاش طرية زي الفطير ولا زي البيتزا. كل ما تكون قاسية كده وناشفة شوية بتبقى سهلة كمان في الفرد، وكمان ما بتاخدش منك دقيق كتير. معايا هنا كمان ربع كيلو من الدقيق، علشان هو بيحب الدقيق، ان انت ترش عليه الدقيق علشان يتفرد معاك كمان بسهولة. طبعا عملت 30 وحدة رقاق. طبعا كان الجو حر جدا، وبصراحة انا ما صورتش وانا بحطها في الفرن وانا بسويها. فخلصت كده الكمية وبدأت ان انا اسويها كلها مع بعضيها. وبتجيبي كده ملاية، وبعد ما بتخرجيه من الفرن بتسيبيه يتهوى كده هوت، وبعد كده هيبقى معاكي زي ما انت شايفة. طريقتها سهلة وبسيطة، واللي عجب الفيديو لحد هنا ما تنساش يعمل لايك واشتراك فضلا وليس امرا. ما تنساش تشير الفيديو وتعمل لايكات كتير عشان يوصلكم كل جديد. شايفين الكميه الحلوه دي؟ بجد ما كلفتش 20 جنيه، وعملت الكميه الحلوه اللي انتوا شايفينها من كيلو دقيق. والسلام عليكم.